الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سؤال: متى يجوز الفطر للمسافر؟ والجواب أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز الفطر للمسافر، وأن السفر رخصة للفطر. ولكن ما هو السفر المبيح للفطر؟ والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل، وهو ما كان فوق 80 كيلومتر تقريبا. كذلك يشترط أن يشرع المسافر في سفره هذا قبل طلوع الفجر، فإن أذن عليه الفجر وهو في بلده فلا يجوز له الفطر بسبب السفر، لكن ربما جاز له إن حصلت له مشقة غير معتادة في سفره، يجوز له الفطر حين ذلك. لكن لو أذن عليه الفجر وهو في بلده فإنه لا يجوز له الفطر، وهذا يغفل عنها كثير من الناس، تلك المسألة أنه لا يجوز له الفطر إن أذن عليه الفجر وهو في بلده. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافا للحنابلة. فمثلا لو أنه سيسافر من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 10، فإنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم بسبب السفر. أما إن حصل له مشقة في سفره فيجوز له الفطر بسبب المشقة غير المعتادة. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، أنه يشترط أن يشرع بالسفر قبل أذان الفجر. كذلك يشترط في سفره ألا يقيم فيه أكثر من 4 أيام، فإن أقام في مكان سفره الذي سيسافر إليه أكثر من 4 أيام عدا يومي الدخول والخروج لم يجوز له الفطر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.